النهارده بقى صاحية من النوم مزاجي مش أحسن حاجة ولا أوحش حاجة، قُلت خلاص مش مشكلة، عادي يعني كالعادة، فقُلت أعمل لهم شوية رُز كده. هتقولوا لي طيب هتعملي لهم إيه جنبهم؟ ما أعرفش، هو أنا هاعمل شوية رُز دلوقتي، دي أهم خطوة عندي إن أنا أعمل شوية رُز، وبعد ما أعمل الرُز بقى ممكن بقى أعمل أي حاجة تاني أو ما أعملش، أنا بقى ودماغي خلّي بالكم يعني. المهم جبت كوبايتين من الرز كده اللي هو بتاعنا ده المصري الجميل جدا، غسلته وصفيته وجبت الحلة، حطيت معلقتين من الزيت ونزلت بالرز اديته تشويحة، وبعد كده حطيت بقى معلقة كركم ومعلقة ملح ومعلقة كمان من السبع بهارات ومكعب ماجي وكانت عندي يعني انا معدتش اشتريها، ده انا لسه كمان هعمل لكم الطريقة بتاعتها، بس ايه لما يبقى ليا نفس عشان انا ماليش نفس دلوقتي شوية كده يعني قد سنتين 3 كده وهتلاقوني منزّلة لكم الطريقة. بس فقلّبت بقى الرز كده لحد ما اتحرق خالص ونشف من تحت زي ما أنتم شايفين كده. هتقولوا لي الرز ده بيتاكل معاه؟ أقول لكم أنا ما أعرفش، اعملوه كلوه مع أي حاجة، أنا مالي أنا يتاكل معاه إيه، أنا عملته ومش عارفة هاكل معاه إيه. المهم رُحت غليت بقى شوية مَيّة كده، عارفين الكاتل ده بحالات، حبّة يشتغل وحبّة بايظ، بس مش فارق معايا برضه. المهم إيه، غطيت الرز كده بالمَيّة وقلّبته. عايزة أقول لكم بقى إن اليومين دول رخمين أوي بقى، امتحانات وما بننامش وما حدش يعني عارفين التقدير عالي أوي عندنا، إحنا هنا التقدير عندنا عالي أوي، اللي هو التقدير خسّرنا كتير، بس مش مهم برضه عادي. أدي الرز أهو بعد ما استوى ومفلفل ومعجِّن، اعملوا جنبه بقى أي حاجة، عايزين تعملوا شوية شاورما، شوية كبدة، شوية سجق، واعملوا شوية سلطة وكلوه كده في الظروف التحفة الجميلة أوي اللي إحنا فيها دي. عايزين تعملوا share اعملوا، عايزين تعملوا like براحتكم.